مستمعين راديو دوجما، حلقة جديدة من ألقابها في صيامها هتبدأ دلوقتي. والنهاردة معادنا مع اللقب الثامن وهو سلم يعقوب. فيحكي لنا كتابنا المقدس في سفر التكوين والإصحاح 28 عن حلم يعقوب بسلم واصل ما بين السماء والأرض، وملائكة الله طالعين ونازلين من عليه. وده ما كانش الصراحة حلم عادي، لأنه في تفسير الحلم ده في نبوءة واضحة عن مصالحة هتتم بين الله والبشر، والسلم ده تحديدا هو رمز واضح لصليب ربنا يسوع. وفي الحلقة السادسة من برنامجنا لما اتكلمت عن لوح العهد الجديد قلت فيها إن ستنا العذراء هي حلقة الوصل ما بين العهد القديم والجديد، والنهاردة جاية أأكد كلامي ده. فسلم يعقوب هو مش بس رمز للصليب، لكنه رمز كمان للست العذراء اللي بولادتها ربنا يسوع كانت سبب في خلاص كل البشرية. واحنا في مديحة العليقة بنقول لها بيكي يا زين البشرية رجعنا تاني للفردوس، وبرضه بنقول لها في أمدح في البتول بابنك يا ستنا خلاص جنسنا. وفي سقطقية يوم الثلاث في التسبحة بنقول لها كده: أنت هي السلم الذي رآه يعقوب ثابت على الأرض ومرتفع إلى السماء والملائكة نازلون عليه. فالعذراء أمنا دورها في خلاص البشرية كان أعظم دور، لأنها ولدت يسوعنا. فطباك يا أم النور، واستنونا بكرة مع لقب جديد على الراديو. راديو دوجما 3.10.